من يوم جميل. يا ما هذه المناظر التي أراها؟ انظروا يا أصدقائي، انظروا إلى السماء. أتسمعون صوت الصراصير؟ أتسمعون صوت الصراصير الممزوجة مع صوت الخرفان؟ أتسمعون صوت الطيور؟ أنا لا أريد سماع البهائم في الحقول، استيقظوا يا أغبياء. أين نحن؟ الجو صقيع جدا. نعم. لا هذه المبالغة يا أغبياء، إن الجو حار. حقا؟ لا يا صديقي، إنه حال قرب نهاية العام من البرودة. أنا أشفق على هذه السيدة. سيدة؟ ماذا بك يا إليشع؟ السيدة الحبلى. الحبلى. نعم. التي قابلتها في الطريق وأنا عائد إليكم. كانت جميلة كالملاك. أتعلمون أن كان برفقتها شيخ؟ نعم، ويبدو أنها كانت على وشك الولادة، ولم يكن لديهم مكان ليحتموا فيه من البرد، لذا أرشدتهم على مكان على مقربة حظيرة الحيوانات خلف التل. أنتم تعلمونها. نعم نعرفها. لابد أنها جاءت مع أحد أقاربها أو زوجها من أجل الاكتتاب، بالرغم من حملها في الشهور الأخيرة كما تقول يا ويليام. أعتقد ذلك. هذا أمر جديد يعني. ماذا بك؟ ماذا؟ انظروا أين؟ انظروا إلى هناك. هناك؟ هناك انقضوا، انبطحوا، اسحبوا. ماذا بك يا إليشع؟ إنه النور الساطع. نور؟ أنا لا أرى نور. إنه هنا يا صديقي. ماذا بك؟ إنه هناك. أترى؟ هناك أهو. لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. ما هذه النجوم؟ انظروا هناك نجم. ما هذه الأنوار؟ وسيدة المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. هل سمعتم ما قاله الملك؟ نعم سمعنا، وعلينا يا أحبائي أن نذهب ونرى ذلك المولود مسيح الرب. وهل هذا المولود هو المسيح الذي تنتظره إسرائيل؟ بالطبع، وإلى مكان جاءت الملائكة لتبشرنا. هيا لنبحث عنه ونسجد له. هيا. إلى أين أنتم ذاهبون؟ نبحث، ولمن سنترك الخراف؟ خراف؟ ماذا بك؟ نحن ذاهبون لطاعة الله، وأنت تفكر في الخراف. إن الخراف تضايقهم. نعم. تأكيد ستكون الخراف في رعايته يا صديقي. ولكن أين سنجد ذلك المولود مسيح الرب؟ قلبي يحدثني وكأنه صوت من الله، إن الامرأة الحبلى التي قبلتها وأنا عائد إليكم هي أم المولود القدوس. لماذا أنتم واقفون هكذا؟ هيا بنا، هيا لنذهب. هيا بنا. جاء في الليل، جاء الملاك وللرعاة